هاد الافارقه جنوب الصحراء اللي ولاو يعني كيستفزوا الساكنه وكيديروا لهم واحد الحركات اللي مخله بالحياه. كنطلبوا من السيد وزير الداخليه يعني التدخل العاجل لايجاد حل لهاد يعني هاد الكارثه. حنا ما كنسميوها ككارثه. يعني اش غنقول لكم من هاد المناسبه هادي، كنبغي نشكر السيد العامل عاوتاني، كنبغي نشكر السيد العامل اللي كيتواصل مع المجتمع المدني وكيبغي كيتواصل معنا كساكنه وكحقوقيين بالمنطقه. والسلام عليكم. قول لي علاش الافارقه الاخ عبد العاطي ضرب ميله وضرب سلطان، هذه المناطق بالضم كيمشيوش مناطق بحال ماشي اصباتها قريبه ما فيهاش السلطات مشكوره والناس ديال القوات المساعده اللي مشكورين على العمل الجبار ديالهم اللي كانوا في المحطه وحيدوهم من المحطه ومشاو لحي التيسير ومشاو للوضه المنسيه. دابا هما جاو استقروا في درب ميله اللي ولات عندهم، ولاو كيبيعوا المخدرات الصلبه، كيبيعوا الماحيه، كيبيعوا الاقراص الهلوسه، يعني كيبيعوا جميع يعني المواد المخدره، لا من السيليسيون ولا من الدوليو. اخ عبد العاطي خليكم مع الاخ الحقوقي. عبد العاطي الخالصي، كاتب الاقليمي للعصبه المغربيه للدفاع عن الحقوق. دور عندنا خويا عبد العاطي. فرع الفيدا مع السلطان المشروع. اذا نتمنى دور الاعلام اللي دور عندنا خويا عبد العاطي. دور الاعلام جينا علم باش يبانوا لانه قام بالتغطيه من بدايه. طلع صوتك خويا. بداية نشكر الوفد الإعلامي الحاضر أينما كان بكثرة ومن أجل تغطية هذا الحدث الذي تشهده منطقة السودان. اليوم نحن كأسباق أو كهيئة حقوقية نوافق هذا الحدث كجهاز رقابة ورصد من أجل تتبع وأن تمر هذه الظروف في أحسن حال وفي ظروف إنسانية ملائمة كما التقنية والمواد الحامية ودساتير من الماء، يعني لا للتمييز العنصري وإلى غير ذلك. اليوم هذه الناس اللي قامت السلطة من أجل التدخل كانت عبارة عن اتصال هاتفي أو إخبارية من طرف السكان لدى المصالح المختلفة الوطني وكذلك السلطة المحلية والمجتمع المدني أيضا قام بدورهم من أجل التدخل، لأن كانت صراعات خطيرة بين دولة تشاد ودولة السودان، وكانت هذه الصراعات عن طريق أسلحة بيضاء، وكانوا هؤلاء عبارة عن عصابات مدججين بالسيوف. لذلك السلطة أو الأمن الوطني حضر على الفور بقيادة رئيس المنطقة والعامل النيابة، وكذلك السلطة المحلية بشخص السيد باشا وقائد المحافظة